لو انت متعود تشرب الشاي بتاعك فيه 3 معالق سكر، وجيت انا فجأة قلت لك لا، انت مش هتشرب الشاي بتاعك بسكر نهائي. اول ما اديك الشاي وتشربه من غير سكر نهائي، طبعا انت ممكن تطفي الشاي اصلا من كتر ما هو بالنسبه لك هيبقى مر. انما اللي انا المفروض اعمله لك ايه؟ اللي انا اقلل لك السكر بالتدريج ده. لو انا عايز اقلل لك السكر عشان احافظ على صحتك، يعني بدل 3 معالق اخليه لك معلقتين ونص، معلقه ونص، لحد ما يبقاش فيه سكر خالص، كده تبقى منطقيه شويه. هي دي بقى فكره الفيلم بتاعنا بالظبط. لان انا لو جبت قدامك سيره المخدرات، انت على طول تلقائي هيجي في دماغك الحشيش او اي نوع من المخدر تاني، بقى كوكايين او اي حاجه تانية. بس المميز هنا بقى في الفيلم بتاعنا اللي هو الكيف، ان الكيف مش بس مخدرات او اي مخدر من نوع تاني من اللي بيخليك في عالم تاني او يجيب لك هلاوس. بس احب اقول لك انك غلطان، مش كل حاجه بتكيفك تبقى مخدرات. في مخدرات من نوع تاني برضه بتفصلك عن الواقع. طب ايه هي بقى؟ ده بقى اللي هنشوفه في فيلمنا النهارده. فيلم الكيف انتاج سنه 1985 من بطوله محمود عبد العزيز، يحيى الفخراني، جميل راتب، ونوره، وعبد الله مشرف، وليله كبيره قوي سعادتك. من اخراج مين بقى؟ الجامد جدا علي عبد الخالق، ومن تاليف محمود ابو زيد اللي كان متميز جدا في تاليف الفيلم. بيبدا الفيلم بجمال والفرقه بتاعته نازلين من البوكس عشان مشكله ما. اول ما بينزل جمال من البوكس كان متمرد وشدد مع العسكري، بيقول له احنا فاهمين القانون قوي كويس. ولما بينعرضوا على الضابط جوه، وبنكتشف ان جمال طبال وبيحيي افراح وبيسهر بالليل، وكان جاي عشان يتخانق في الفرح وضرب العريس، وهو الوحيد في المشهد اللي مش همه، وهتلاقيه واقف زي المحامي كده وبيطالب بحقه. وكمان العريس قاعد على الكرسي اللي هو صاحب الحق، انما جمال اللي معتدي على العريس هو اللي واقف وبيتكلم بكل وجع. وبص هنا بقى للكاميرا وهي جايه من تحت في المشهد ده عشان يدي عظمه وهبه لجمال، ويبان ان جمال اعلى من العريس عشان هو المسيطر على الموقف. وكمان لابس قميص احمر كدلاله على حاله الغضب اللي جمال كان فيها. بيبات جمال في التخشيبه، ويبعت حد من الفرقه بتاعته لاخوه صلاح الكيميائي اللي اتخرج من كليه العلوم عشان يجي يضمنه، لان بطاقته ضاعت في الخناقه مع العريس. ركزي بقى في المشهد اللي جاي ده. صلاح بعد ما طلع جمال وهو عمال يهزقه، بنلاقي ان طول المشهد الكاميرا جايباهم من وشه. حتى لما ركبوا التاكسي عشان يروحوا، الكاميرا جايبه التاكسي من قدام ومن الجنب، يعني مش هتلاقي الكاميرا جايه من ورا وجايبه لك الطريق من قدامهم. ليه بقى؟ عشان المخرج كان عايز يقول لنا ان مستقبلهم مش باين، كدلاله اللي احنا لسه اللي هيجي ممكن يكون اسوأ من كده. بيلاقوا السواق مشغل اغنيه غريبه مش مفهومه بتقول البيلي بيلي با والبيلي بيلي بو، وواحد صوته استغفر الله العظيم ما يتسمعش وتقريبا بينعر. والكاميرا بتجيب شرايط الكاسيت عشان المخرج يورينا ان اول نوع من انواع المخدرات هو المخدرات اللي من نوع الانحدار في الذوق العام. السواق نفسه قال ان اول ما سمع الاغنيه دي ما عجبتوش، لكن اول ما ودنه خدت عليها كيفته. وركز لي بقى على كلمه كيفته هنا، لان الاغاني دي زي المخدر بالظبط. ممكن اول ما تسمعها تقول ايه القرف ده، مين اللي بيغني ده؟ لكن لما هتتعود عليها هتبقى ده المكيف بتاعك، ده اللي هيكيفك. ولما التاكسي بيوصلهم وبيطلعوا البيت، بنلاقي صلاح بيعدل البرواز اللي غالبا فيه حكمه او بيت شعر عشان يقول لنا ان حياه جمال بايظه واخوه بيصلحها له. اسماء الشخصيات مش محطوطه كده هباء. اسم صلاح جاي من حسن الاخلاق وانه شخص صالح ممكن يصلح اخطاء اخوه. اخوه بقى جمال اسمه كده لانه كان كويس ودارس قانون قبل كده، بس ما كملش في الكليه. هو اختار الطريق السهل، الطريق اللي كيفه. يعني خلينا نقول باختصار ان هو كان شيء جميل وباص. جمال برضو مشهور باسم مزاجنجي عشان هو بتاع كيف غاوي يدلع نفسه وبيسهر كتير وبيعمل اللي على كيفه فيه. صلاح بيدخل اوضه ابوه وامه اللي ماتوا عشان يقرا لهم الفاتحه، وبنلاقي برواز مكتوب فيه انما الامم الاخلاق ما بقي فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. وبنسمعها بصوت ابوه لما كان بيقولها له وهو صغير، عشان بعد كده نتفاجئ ان جمال اخوه كان قاعد هو واصحابه في الاوضه بيحششوا مشيشين وازاز بيره مرميه على الارض، وحاجه يعني في منتهى القرف. مفيش اي احترام للمكان ولا لحرمته. ولما صلاح بيندع اخوه عشان يزعق له، الكاميرا بتيجي من عند الجوز عشان يورينا ان الكيف هو اللي نسى جمال حرمه اوضه ابوه وانه ممنوع يعمل فيها كده. بعد كده بنشوف حوار بين جمال وصلاح في البلكونه، وصلاح عمال ينصح اخوه جمال ويقول له انه مبوظ سمعه العيله وحرام عليك وايه اللي انت بتعمله ده، وبيلومه انه ما كملش في كليه الحقوق عشان جمال يقول له عصر الشهادات والوظائف ده انتهى واللي عاد ماشي دلوقتي هو تشغيل الدماغ. بيروح صلاح لمراته وابنه ويكون واخد معاه هدوم اخوه عشان تتغسل لان غسالته بايظه. بنكتشف ان صلاح كان مقدم لابنه في مدرسه عاليه وكانت عايزه واسطه. مرات صلاح بتقول له ان اخوه جمال الواسطه بتاعته نفعت، والواد راح المدرسه فعلا وقبلوه رغم انه اصغر من السن القانوني ب3 شهور. صلاح طبعا بيندهش جدا ويقول لها ان مدير عام المنطقه التعليميه نفسه ما قدرش يعمل حاجه رغم انه كان من تلامذه ابوه. طب عارفين ليه واسطه جمال قبلت وواسطه مدير المنطقه التعليميه ما قبلتش؟ الرد كان موجود في المشهد اللي قبل ده لما جمال كان بيقول لاخوه ان عصر الشهادات والوظائف انتهى. الفهلوه وتشغيل الدماغ هو اللي عاد شغال دلوقتي عشان هو كان من تلاميذ ابوه. فعصر الناس الافاضل دول انتهى وعصر جمال دلوقتي هو اللي شغال. بعد كده بنشوف جمال مع حد في فرح بيقول له يتصرف له في علمه او رقاصه يعني تزف
العرسان لان العلمه اللي اتفقوا عليها ما جاتش. جمال في الاول ما بيرضاش، بيقول له انا مالي يا عم بالعوالم، انا راجل مزيكات بتاع مزيكا. الراجل بيقول له انقذني باي شكل باي ثمن. وركز لي هنا بقى في باي ثمن دي. الراجل لما قال له باي ثمن جمال بيوافق، عشان نعرف هنا ان جمال شخص ميكافيلي، الغايه عنده بتبرر الوسيله. لما جمال بيزف العروسه بيغني اغنيه ما تنفعش اصلا العرسان لسه بيبتدوا حياتهم. الاغنيه يعني فيما معناها بتقول ان جابوا للعريس واحده تحاسبه وتقول له رايح فين وجاي منين وتاخد فلوسه وتنكن عليه حياته بعد ما كان رايق في حياته العزباء الجميله. الناس حتى اللي موجودين في الزفه كلهم اتضايقوا من الاغنيه اللي غناها جمال وقرفوا منها اصلا. هو ده الكيف اللي المخرج مركز عليه اغلبيه الفيلم، كيف الانحدار في الذوق والقيم والاخلاق. بعد ما جمال بيفتكر ان هو نسي حته الحشيش في الهدوم اللي اداها لاخوه عشان تتغسل، بيضطر يروح لاخوه الساعه 4 الفجر عشان يلحق الحته قبل ما تتغسل وتبوظ. وفعلا لحقها قبل ما تبوظ. اخوه طبعا بيتضايق جدا وبيشد معاه وبيقول له انه لازم يبطل يشرب وانه مريض ولازم يتعالج. بس النقاش ده هنلاقي انعكاس جمال مقسوم في المرايه، لانه جمال في الحلو وفي الوحش، على عكس اخوه صلاح اللي انعكاسه كان سليم في المرايه. صلاح بيقرر ياخد الحشيش من جمال وبيخليه يروح. جمال وهو مروح بيلاقي فتاه ليل هو عارفها مستنيه قدام باب الشقه وبيدخلها الشقه عشان يعملوا انت فاهم بقى. انت متخيل انه بيعمل كده في بيت العيله، البيت اللي مات فيه ابوه وامه؟ جمال فشخ كل القيم والمعايير. ليه بقى؟ ركز بقى معايا. سيجموند فرويد مؤسس علم التحليل النفسي بيقول ان النفس البشريه لها 3 اقسام، اللي هو والانا الاعلى. خلينا نقول ان صلاح بيمثل الانا الاعلى في النفس البشريه، الشخصيه الاكثر عقلانيه والمبادئ والاخلاق هي المسيطره دايما على افعال الشخصيه دي. الانا الاعلى مش شهواني، ضميره دايما صاحي ودايما ضميره بيأنبه، شخص مثالي لكنه برضه مش واقعي. الانا الاعلى بقى معادي للهوى اللي متمثل فيها جمال. الهوى ما بيراعيش المبادئ والاخلاق ولا المنطق، هو عايش بالفطره، ياكل ويشرب ويتكاثر ويعمل اي حاجه تخليه مستمتع واي حاجه تخليه ما يحسش بالالم. صلاح بيقرر يحلل حته الحشيش اللي اخدها من اخوه. طب ليه اصلا خدها عشان يحللها؟ عشان يعمل حته شبهها بالظبط من حيث الملمس واللون والشكل، بشويه حنه والبندجر والزيوت عطريه كده، خاليه تماما من اي مخدر، عشان يثبت لاخوه ان الكيف مجرد وهم. تاني يوم بيروح لاخوه بيديله الحته اللي هو عاملها، وجمال بيكون عازم الفرقه بتاعته وناس تانية، وصلاح قاعد بيراقبهم وهم بيشربوا الحته بتاعته اللي هو عاملها من الحنه طبعا. واشتغلت تمام لحد ما واحد من اللي قاعدين قال ان الحته دي خفيفه وما بتتعلمش في الدماغ. راح واحد من اللي قاعدين ردد عليه قال له ان نفسها حلو وده دليل على انها نقيه اصلا. انت متخيل؟ وقعدوا يضحكوا عليه ويتريقوا عليه ولا كانها حشيش بجد. صلاح شاف كل ده وعمال يضحك وشايف نجاح الخلطه بتاعته مستمر وشغال. جمال نفسه وهو قاعد قال عليها انها زهره الزهر. طب ازاي جمال والناس اللي كانوا معاه ما عرفوش ان الحته مغشوشه؟ لان اصلا الكيف اللي هم بيجيبوه وفاكرينه اصلي ما بيكونش اصلي 100%، وبيكون مضاف عليه حاجات كتير جدا مضره، والمخدرات الاصليه ثمنها غالي جدا. صلاح اللي قال للجمال كده اصلا لانه كيميائي ودارس وفاهم. نشوف بعد كده عبد الكرف الديلر قاعد مع فرقه مسجنجي، هم بيشتكوا ان جرام الحشيش وصل 15 جنيه في حين ان جرام الذهب ب 12 جنيه بس. ما تستغربش الكيف عليه طلب اكتر من الذهب، والناس ما تقدرش تعيش من غيره لانه مسكن لآلام الحياه. خلاص بقى ادمان. وبنشوفه قاعد مع مزاجنجي بعد ما وراه حته الحنه اللي اخوه عملها له، بنكتشف ان هو اتخم فيها وقال له ان الصنف ده مشغول شعبي يعني مش احسن حاجه، والجرام من الصنف ده بيتباع ب 10 جنيه. بعد كده صلاح بيلاقي انه مصروفات المدرسه 800 جنيه، مبلغ كبير ساعتها لانها مدرسه عاليه طبعا. مرتب صلاح اصلا 300 جنيه. بيروح لاخوه عشان يشوف له حل، بيتناقشوا في موضوع المرتب القليل ده. صلاح بيقول ان قيمه الشيء لا تقدر بثمن، بس مزاجنجي بيقول له مش من الحق او من الخير ان دكتور زيك ما يتقدرش وياخد مبلغ كويس يعيشه حياه كريمه عشان يقدر يدخل ابنه المدرسه حتى. وانتهى النقاش ان جمال هيدي لاخوه 800 جنيه. ما تستغربش ان جمال معاه المبلغ ده، ما انا قلت لك بقى الهلس هو اللي عاد ماشي. صلاح بقى اما بيروح مراته بتقول له ان المبلغ اتدبر، اخوها اداها المبلغ. صلاح بيتضايق جدا لان اخوها دكتور مشطوب من نقابه الاطباء وبيشتغل في عمليات اجهاض الاطفال، وبيقول لها ان فلوسه حرام وقرر يرجعها له. جمال بيروح لاخوه عشان يعمل له خلطه الحنه اللي عملها له قبل كده بحجه انه يشربها عشان يتعالج، عشان هي اصلا مش مضره زي المخدرات، وهو مرضيش يدفع فلوس المدرسه لابن اخوه الا اما يعمل له الخلطه. حتى قال له في المشهد ده يلا بقى اعمل لي الخلطه عشان ادفع الفلوس المدرسه دلوقتي. كان بيمثل انه شخص مثالي شويه على اخوه على ما يعمل له بس الخلطه، عشان نعرف بعد كده ان جمال خد الخلطه اللي عملها لاخوه واداها للديلر بتاعه عبد الكرف عشان يتصرفوا فيها. الكرف ياخد الخلطه ويعرضها على البهز بيه عشان ايه بقى؟ هو عنده فلوس زي الرز ومفيش اكتر من المخدرات عنده، وبيسيب الخلطه عنده وبيمشي لان البهز هيفحصها الاول ويشوفها مضروبه ولا لا. وفعلا بيكتشف ان هي مضروبه وما فيهاش اي مخدرات خالص، بس بتعجبه خامتها وبيقول اللي عاملها دي تتلف في حرير. والناقص يكمل بقى، بيقرر يضيف لها ماكستنفورت من اخطر انواع المنشطات المدمره للجهاز العصبي، وبيقرر يشتريها وياخد الكيلو على 1000 جنيه. جمال بياخد الفلوس ويروح بها لاخوه وبيحاول يقنعه انه يعمل كميات من الخلطه ويبيعوها. صلاح بيرفض وما بيوافقش خالص. جمال بيحاول مع اخوه تاني بس باسلوب مقنع، باسلوب جمال المحامي. ولاحظ في المشهد ده هم واقفين في حته عاليه كشف كل البيوت اللي حواليهم، كشف المجتمع بمعنى اصح. ليه بقى؟ عشان هم بيتناقشوا في حاجه اصلا هتضر المجتمع. المخرج بيورينا التاثير اللي هيعملوه على المجتمع. عجبنا اول مشهد ده لما صلاح كان لسه بدا يقتنع
مقتنع بالموضوع ومروح. هنلاقي ان مراته كانت بتعلم ابنها انجليزي وبتخليه ينطق كلمه I have to eyes and I can see، اللي هو انا عندي عينين وبقدر اشوف. الواد اصلا ما عرفش ينطقها، يعني حتى ما نطقهاش واتلخبط فيها، لا ما عرفش ينطقها خالص. انما هو اما كان بيقول الشكرمون طخ في الترللي الواد نطقها صح ومن اول مره. ما هي اللغه السيئه دي برضو كيف. وبعد زن كتير جدا من جمال على اخوه صلاح عشان يوافق، صلاح فعلا بيوافق وبدا يعمل كميات اكتر وكسب فلوس اكتر. صلاح بيخبي الفلوس اللي كسبها بكرتونه مكتوب عليها سموم، عشان الفلوس دي جايه من طريق بيع سموم اللي هي اصلا المخدرات، عشان ما حدش عنده في البيت برضه يلعب في الفلوس، مراته او ابنه الصغير يلعب في الفلوس، عشان هو راجل كيميائي يعني، فالسموم دي مضره. اما جمال اخوه بقى بيستثمر فلوسه في انتاج شرايط الاغاني، وكمان هو اللي عاب شرايط الاغاني دي بصوته. جمال عمال يدور على مؤلف للاغاني الهابطه اللي هيغنيها، ولقى واحد فعلا، ولسه الراجل بيقول كلمات الاغنيه مزاجنجي حس بملل وقال له انا عايز كلمات تافهه، كلمات رشيقه، كلمات تكيف. وسط النقاش الجميل ده هنلاقي الهرم وراهم، اللي هو بص كنا فين وبقينا فين، من قمه حضاره 7000 سنه لقمه العبث اللي بيحصل على الترابيزه ده. بنلاقي بقى بعد كده ان صلاح ومراته العلاقه ما بينهم ما بقتش احسن حاجه بسبب تغيير اخلاق وافعال صلاح ومبادئه تدريجيا. في المشهد ده بيبقى في مسافه ما بينهم وهما بياكلوا وسط اساس بني غامق زي الحشيش بالظبط، عشان ده سبب اصلا البعد ما بينهم. جمال برضه ما بيسكتش، بيروح لمؤلف تاني عشان المره دي يلاقي واحد فعلا ويعجبه الكلمات اللي قالها له. قال له كلمات في منتهى التفاهه، واول ما لقى الكلمات تافهه وعجبته اشترى منه على طول. وبرضه المخرج هنا عجبنا انه باين لك ان صلاح مش مرتاح في اللي هو بيعمله. انا مش مرتاح، انا كل مشاعري واحاسيسي مليانه جراح. على طول حاسس انه بيعمل حاجه غلط ومش راضي حتى عن الفلوس اللي عملها، وده منطقي على فكره. طبيعي جدا ان واحد مكانته العلميه زي ده طول عمره ماشي على الصراط المستقيم، ماشي على الصح والغلط وعيب وحرام والاخلاق وكده، انه ما يتكيف او يتاقلم حتى مع الظروف الجديده اللي حصلت له في يوم وليله. صلاح هنا قال جمله حلوه قوي: الشيء اللي تقبله نفوسنا في السر ونخاف من اطلاع الناس عليه ده يبقى اسم. بس هنا انا احب اضيف تعليق واقول ان لازم تخاف من اطلاع ربنا الاول على اللي بتعمله قبل اطلاع الناس عليك. الباز بيه بعت لجمال عشان يقول له ان هو عايز طن من الخلطه، كمان عرفه انه عارف ان الخلطه اللي هم بيبعتها له ان هي مش مخدرات اصلا وان هي حنه. بيقول له ان هو عايز منها طن عشان هم اصلا كانوا بيبعتوا له كميات بسيطه 20 كيلو 30 كيلو، فعايز كميه كبيره بقى. جمال بيعرض الموضوع على اخوه صلاح لكن هو بيرفض انه يعمل كل الكميه دي. اما جمال فلسه مكمل في الغنى وبيسجل الشرايط بتاعته في استوديو كبير. صلاح لما بيروح بيلاقي اخ مراته الدكتور عادل اللي كانت بتشتكي له ان صلاح اخلاقه اتغيرت اصلا. عادل بيقول له صلاح انه مش هيقدر يقعد معاه كتير لانه رايح يعزي واحد صاحبه. صلاح كمان بيكون عارف الدكتور المتوفي ده لما عادل بيقول له عليه، وقرر يروح يعزي معاه. بس قبل ما يروح العزا بيقعدوا شويه في البلكونه يشربوا فنجان قهوه قبل ما يمشوا. الدكتور عادل بيقول له صلاح وهو بيلف سيجاره الحشيش اللي هو معاه دي، بيعزم على صلاح. صلاح بيمسك حته الحشيش وبيشمها كده، من ريحتها كده بيعرف ان دي الحته اللي هو عاملها، وبيساله على سعرها. بيلاقي ان الباز بيبيع بقى الجرام بكام؟ ب 10 جنيه، يعني بيبيع الكيلو ب 10000. انت متخيل؟ بياخد منهم الكيلو ب 1000 جنيه وبيبيعه ب 10000 جنيه. فلما الدكتور عادل بيعزم عليه بيشرب طبعا، بيقول له يا عم انا لو شربت 100 سيجاره من دي مش هيحصل حاجه، ما هو لسه فاكر ان خلطته سليمه وما تضافش عليها حاجه. بينزلوا يركبوا العربيه عشان يروحوا العزا. ومشهد العزا ده انا بعتبره من اهم المشاهد اللي في الفيلم. ليه بقى؟ مش عشان هو اشهر مشهد في الفيلم، لا عشان حاجات تانية. يعني اول ما كانوا في العزا بنلاقي الشيخ بيقرا الايه 185 من سوره ال عمران، وهي بتقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآية هنا برضو لها معنى جميل جدا، إن كلنا هنموت وكلنا على حسب أعمالنا هنتحاسب عليها يوم القيامة، واللي هيبعد عن النار هيدخل الجنة. والحياة الدنيا بكل متاعها، بالفلوس بالأكل بالشرب، كل الحاجات دي متاع الغرور، يعني حاجات مش باقية. اللي باقية هي أعمالنا احنا ورصيدنا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. بعد ما الشيخ بيخلص القرآن صلاح بيبقى قاعد مش على بعضه، سيجارة الحشيش بتشتغل معاه، ما فيها مواد مخدرة بقى. بيبدأ يفك القميص ويقول أنا في غاية السعادة. تخيل واحد بيقول جملة زي دي في عزا.
الكاميرا بتيجي بقى على الناس وهم كلهم قرفانين وبيبصوا له بقرف. طبعا الدكتور عادل معاه عمال يقول له امسك نفسك شويه، بيرد عليه ويقول له انا مش قادر امسك نفسي، امسكها معايا شويه. عمال يضحك طبعا بشكل هستيري جدا، ولما قعد يرمي افيهات كتير ونكت كتير الناس اللي حواليه فعلا ضحكوا، ودي حاجه لها رمزيه جميله جدا. ليه بقى؟ لان المشهد العزا ده عامل زي الكيف بالظبط. الناس اول ما صلاح كان عمال يضحك في العزا ويقول نكت الناس كلها كانت قرفانه منه وبتبص له بقرف، انما لما قعد يضحك ويهزر وعمال يزغد اللي حواليه عشان يضحكوا الناس كلها ضحكت بشكل هستيري. حتى لما الراجل صاحب العزا جه وعايز يطرده بيقول له انت جاي تعزا ولا جاي تهرج؟ بيقول له انا جاي اهرج. العزا كله طبعا مات على نفسه من الضحك، فالناس كانوا قرفانين وبعد كده ضحكوا زي الكيف بالظبط. يبان لك في الاول غريب بس بعد ما تدوس فيه هيكيفك. عايز اقول لك كمان ان المشهد ده اتصور على مره واحده. يحيى الفخراني كان بيقول في لقاء مع اسعاد يونس ان هو ادى للراجل بتاع الكاميرا اللي بيصور المشهد اداله 100 جنيه، قال له انت لو صورت المشهد ده من مره واحده خد ال 100 جنيه دي ليك. طب ليه هو كان عايز المشهد يطلع من مره واحده؟ لان المشهد ده فيه مجاميع وعايز الناس لما تكون بتضحك تكون بتضحك بجد، لان لو عمل المشهد مره تانية الناس هتكون بتمثل فعلا ان هي بتضحك. عشان كده المشهد طلع بالجمال ده. بعد كده صلاح بيروح على المعمل على طول عشان يحلل حته الحشيش اللي هو شربها ويشوف ايه سبب الافعال الغريبه والمجنونه اللي كان بيعملها في العاده دي. فلما بيحللها بيلاقي فيها طبعا زي ما قلنا قبل كده اخطر المنشطات، فبيتفاجئ وبيتصدم. بيروح لاخوه جمال وبيلومه وبيقول له انت السبب وانت اللي خليتنا نعمل كده. وبعد ما صلاح بيعرف اخوه جمال على الاضرار اللي البعض بيحطها في المخدرات، جمال برضه ما بيهتمش، بيقول له يا عم انا وراها تسجيل شريط. جمال ما يهموش حياه الناس، جمال شخص عنده لا مبالاه. عشان بعد كده نكتشف ان الدكتور صلاح برضه لسه ضميره مأنبه وعمال يدور على ابحاث عن مدى خطوره المواد الكيماويه اللي بيحطها البعض في المخدرات، وبيلاقي ان تعاطي المخدرات دي عن طريق التدخين بالذات مضره وممكن تسبب سرطان الرئه، وطبعا لها اضرار ثانيه غير سرطان الرئه. البعض بيبعت لجمال عشان يقول له عملت لي ايه في الطن، فجمال يقعد يحور ويتحجج. فالبعض ما بيقتنعش بالكلام ده ويقول له انت مش هتمشي من هنا غير لما تقول لي مين اللي بيعمل الخلطه عشان يعمل لي الطن. وجمال بيرفض. فالبعض بيروح مديله واحد على دماغه كده يروح موقعه. ولاحظ هنا ساعه ما وقع هو وقع جنب الصناره بتاع البعض عشان هو خلاص اصطاده بقى، ما هو صياد قروش، وبيقعد يعذب فيه لدرجه ان هو قلع على ضعاف عشان يقول مين اللي بيعمل الخلطه. وفعلا بيقول ان اخوه صلاح هو اللي بيعمل الخلطه. طبعا البعض بيبعت رجالته لصلاح عشان نشوف بعد كده حوار مع البعض من نوع تاني. لما صلاح بيقعد مع البعض وبيقول له ان المواد الكيماويه اللي بيحطها بتموت حياه الناس، بيقول له ايه يعني لما الناس تموت الناس تخف شويه والزحمه تخف؟ خليك مؤمن. راجل ما بيفرقش معاه حياه الناس رغم انه عارف ان الحاجات دي ممكن تموت الناس. وهتلاقيه طول المشهد قاعد بالعبايه والجلابيه. المخرج كان طول الفيلم بيبين لك ان الراجل ده الظهر بتاعه وغير الباطن بتاعه، تشوفه بالعبايه تقول ده شخص عادي، انما من جوه شخص متوحش سايكوباتي ما يفرقش معاه حياه الناس، معدوم الانسانيه والضمير زي ما وصفه صلاح برضه زي ما قلت لكم قبل كده ان الانا الاعلى عنده عالي قوي، فطبعا انسانيته بتنقح عليه وما بيرضاش انه يديله سر الخلطه. الباص بيقرر انه يعذبه وقرر انه يديله حقنه فيها ماده مخدره صعبه جدا كل 3 ساعات. انت متخيل؟ عشان تاني يوم يبوس رجله. وفعلا ده اللي حصل. لقى الباص في مشهد والكاميرا جايباه من تحت عشان تدل على مدى وحشيته، وهو معاه البندقيه بتاعته وبيفرتك حمامه في السماء وهي بتنزل وغرقانه بدمها. هنلاقيه صلاح قاعد بيبوس في رجل الباص عشان يديله الحقن. في مشهد عبقري، صلاح لابس ابيض زي الحمامه عشان الباص مفرتك صلاح وفي نفس الوقت هو مهزوم زي الحمامه. بعد الذل ده صلاح بيوافق انه يديله سر الخلطه عشان يعتقه. وبرضه بنشوف نقاش تاني صلاح مع الباص لما كان بيقول له انه كان عنده مصنع شاي كبير وكان بيغش الشاي بالنشاره، وكانت الناس عجباها الخلطه دي ومش عارفه ان هي وحشه. لما بقى نشاره الخشب غليت ونزل بقى بالمنتج الاصلي شاي من غير ما يبقى مغشوش ولا حاجه، الناس قالت لا ده انت الشاي الاصلي بتاعك ده مغشوش. الناس من كتر ما اتعودت على الوحش فعلا ما بقتش عارفه تفرق الحلو من الوحش. فده قانون البهز اللي ماشي عليه، قسط للناس لحد ما يبقاش عارفينهم بالحلو بالوحش ولا عارفين لهم حياه ولا معنى. وبعدها بيمشي صلاح وجمال من عند البهز بنشوف ان جمال الشرايط بتاعته اللي كان بيسجلها انتشرت جدا ونجحت جدا في السوق، غرقت الدنيا. كمان المنتجين عايزين يلحقوا يمضوا معاه بسرعه قبل ما اي حد تاني يلحقه. نجح بطريقه صح عشان يبقى نجاح الاغنيه من نجاح المخدرات اللي عملها صلاح وجمال. هما الاتنين نفس التاثير. المخدرات صحيح ممكن تضر جسم الانسان وصحته بشكل عام، وبرضه الانحدار في الذوق العام بالكلام البذيء والكلام اللي ملوش معنى والكلام التافه برضه ممكن يضر الناس وفهمهم ووعيهم. ونشوف مشهد عبقري لما صلاح بيبقى عايز ياخد حقنه الهيروين، ونشوف حتى مدى ضعفه انه حتى ايده بترعش ومش عارف يعني يدي لنفسه الحقن، وبيستنى اخوه جمال لما بيجي ويديها له في مشهد سوداوي والاضاءه فيه خافته جدا عشان يوضح لك مدى سوداويه المشهد اللي قدامنا. طبعا كان كل ده بيحصل قدام ابنه ومراته، يعني مفيش اسوأ من كده. عشان نشوف اجمل جمله بتاعت في الفيلم كله لما جمال كان بيقول لصلاح ان هم كان نيتهم خير وما كانوش قصدهم يضروا الناس، صلاح بيقول له الشر انا اللي صنعته بايدي. الشر مش في الاراده انما في سوء الاراده نفسها. عشان نيجي بقى لاخر مشهد في الفيلم، هو نفس المشهد اللي ابتدينا بيه الفيلم هو نفس المشهد اللي هننهي بيه الفيلم، ونشوف واحد محترم كده شكله مهندس
مهندس او دكتور راكب عربيه مع سواق ومشغل اغنيه مزاجنجي او جماعي، والراجل الدكتور المحترم اللي في العربيه ده او المهندس بيبقى قرفان من الاغنيه، والسواق برضه بيقول له ان الاغنيه دي اول ما سمعها ما كانتش عاجباه، بس في الاخر كيفته، وتستمر الحياه والكيوف مستمره في الانتشار. ونشوف الكاميرا جايبه المجتمع بقى كله، انتشار الاغاني بتاعت جمال غطت المجتمع كله وبقت كيف. وبس لحد هنا تكون حلقتنا خلصت، ولو حابين نحلل افلام عظيمه زي دي تاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات، اكتب لي تحت في الكومنتات رقم 10 كاثبات انك كملت الفيديو لحد هنا لو انت كملت، وسلام.